ومن النقاط المهمة أيضاً أن ندرك أن طلب الاستشارة لا يعني أبداً التزاماً فورياً بالعلاج. في كثير من الحالات تكون زيارة أخصائية تقويم النطق مجرد فرصة لتقييم الوضع ولتوجيه الأسرة. قد تكون النتيجة أن التطور طبيعي وأن الأمر يحتاج فقط إلى بعض التوجيه، وقد تكون النتيجة أن التدخل المبكر سيساعد الطفل ويخفف عليه وعلى أسرته. ومن الضروري أن نذكر أن التدخل المبكر لا يغير الطفل ولا يفقده شخصيته، بل يساعده على أن يجد صوته ويعبر عما في داخله. وكلما كان التدخل في وقت مناسب كلما كان الطريق أسهل والنتائج أفضل.